أهلا بكم. يشهد المغرب إذن احتفالات شعبية ورسمية بمناسبة عيد العرش والذكرى 24 لتولي الملك محمد السادس الحكم. بهذه المناسبة وجه الملك المغربي خطابا تضمن رسائل طمأنة للجارة الشرقية الجزائر وتجديد الدعم لفلسطين وأيضا الانتصار للفقراء في بلاده، فيما وصف الخطاب بأنه يرسم ملامح السياسة التي سينتهجها محمد السادس خلال العام المقبل. وفيما يتعلق بالجزائر، جدد العاهل المغربي دعوته إلى فتح الحدود مع الجارة الشرقية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين هي علاقات مستقرة، معربا عن تطلعه لأن تكون أفضل. وأكد الملك محمد السادس أن خدمة شعبه لا تقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما من خلال حرصه أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دول الجوار. وفي هذا الصدد قال الملك: نؤكد، وأنا هنا أقتبس من خطابه، نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا، مضيفا: نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. انتهى الاقتباس. نذكر بأن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 94 من القرن الماضي على خلفية تفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش، يعني أنه مضى على إغلاق الحدود بين البلدين 29 عاما بكاملها، مع ما يعنيه ذلك من خسائر لكلا البلدين. المغرب إذن خطاب الملك في الذكرى 24 لاستلام السلطة. المملكة يقول: لن تكون مصدر شر للجزائر، وعلاقاتنا مع الجزائر مستقرة، ونأمل فتح الحدود بين البلدين. هذا ما يؤكد عليه الملك المغربي في خطابه بمناسبة ذكرى استلام السلطة. كيف باعتقادكم ستتلقى الجزائر هذه الرسائل التي أقل ما يقال فيها الحقيقة أنها إيجابية؟ طيب، سيكون معنا خلال هذه الساعة طبعا ضيفان. سنبدأ بعد قليل بالدكتور محمد بودن، أستاذ العلوم السياسية من الرباط، وفي وقت لاحق من هذه الساعة سيكون معنا سليمان زرقاني، وهو عضو البرلمان الجزائري، سينضم إلينا في وقت لاحق من هذه الساعة من الجزائر. طبعا في انتظار ضيوفنا نبدأ في استقبال بعض المشاركات عن طريق الواتساب. صفوة تقول عن طريق الواتساب: الأمل أن يتخذ ملك المغرب كأمير المؤمنين وكرئيس للجنة القدس قرارات تدعم صمود شعب فلسطين، حتى لا يكون هناك انطباع لدى الشعوب العربية بأنه أصبح رئيس لجنة تسليم القدس للصهاينة. طبعا موضوعنا الليلة نركز على العلاقات مع الجزائر، ولا نريد أيضا أن نعطي رسائل الحقيقة دون أن تكون فعلية على الواقع. هو لم يقل بأنه سيسلم القدس لإسرائيل. التطبيع هذا أمر آخر وتناولناه مرارا وتكرارا سيدة صفوت. طيب، نبدأ في استقبال المشاركات. سنحاول قدر الإمكان أن نوازن بين المشاركات من هذا البلد وذاك البلد. توفيق من المغرب يقول: في كل خطاب ملكي وفي أكثر من مناسبة يرسل العاهل المغربي رسائل أخوية إلى الجزائر، ويدعو النظام الجزائري لفتح صفحة جديدة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون. أحمد، مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. نحاول الاختصار يا أحمد بعجالة، أعطيني الفكرة، تفضل. الفكرة أولا جزائري من مقيم في فرنسا. أخي صالح، واحد المثال يقولوا التوانسة والجزائريين والله أعلم حتى المغاربة، يقول لك: ضربني وبكى، سبقني واشتكى. شوف، اليد الممدودة إلى الجزائر، احنا ما بيننا احنا الشعب المغربي والشعب الجزائري، والله العظيم وراني قلتها 1000 مرة، متناسبين معهم وخاوة. ولكن يا أخي صالح، راك قلتها حتى أنت لضيفك الكريم، كيف جايب لي الصهاينة في جانبي
ورسالة هنا يعنيك ضيافة لنتنياهو في ذو الأيامات مازال جاي يعني، ويعنيك تدريبات عسكرية مع الصهاينة. كيفاش بربك يا أخي صالح شكون اللي يقبل هذا الشيء؟ طيب يا أحمد نعم. دعك من أنك تعمل فيها ملك أكثر من ملكي أكثر من الملك. يعني أنتم لا ترغبون في علاقة مع دولة مطبعة. عندكم علاقة عزيزي مع مصر وهي مطبعة، عندكم علاقة مع الأردن وهي مطبعة، عندكم علاقة مع البحرين والإمارات وهي دول أيضا مطبعة. فما تعمليش فيها يعني أنا لا يا أخي ضيفنا كان واضح والمغاربة واضحين. اسمعني، أكمل الفكرة. اجلسوا على الطاولة، سأعود إليك فقط أكمل الفكرة يا رجل. اجلسوا على الطاولة اسمح لي على كل حال يا رجل، سأعطيك الفكرة فقط حتى تعلق. الله أكبر. اجلس على الطاولة واطرح كل المواضيع بما فيها التطبيع. شو رأيك؟ نعم يا أخي صالح، اسمح لي. مصر، إمارات، تركيا، هذه الدول المطبعة حقيقة يا أخي صالح، وانت راك عارف هذا الشيء أكثر مني، هذا بعاد علينا من بينكم الجار في الجار. أنا جبت لك دارك وانت كريت لي دارك على دارك، وقلت لي ما تجيبليش واحد مخمر حذاك ولا إيتا. شكرا لك أحمد من فرنسا، أشكرك. إذا الجغرافيا ربما هي التي تحكم. واضح النقطة. محمد من الجزائر. محمد. أخويا صالح أنا في 94 كنت تما في 94. شوف أخويا صالح، الملك دبروا عليه السياح تاع بريطانيا وسويسرا وفرنسا، قالوا له رانا جايين نديروا سياحة في المغرب وغلقوا الحدود مع الجزائر لأن الجزائر فيها الإرهاب. هو خدالهم رايهم واغلق الحدود. تحسبت له الجزائر كولومبير ادخل وخرج. انا ما شورش الحكومه الجزائريه، انا ما شورهاش، انا يغلق الحدود. خسرنا خساره كبيره يا صالح. شكرا لك. خسرنا خساره كبيره. اشكرك. شكرا لك محمد. ويا ريت المره القادمه تحكي شوي يا رجل. ما سمعنا ماذا تريد ان تقول. على كل حال الحدود اغلقت، لم تغلق من المغرب، اغلقت من الجزائر فقط حتى يعني للتذكير. نور الدين من المغرب، مساء الخير. نور الدين من المغرب، نحاول. تفضل نور الدين. السلام عليكم. وعليك السلام أخي صالح. ايوه. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. نور الدين الاختصار. شوف باختصار أنا أقول لك، احنا شوف معارضين بزاف السياسات في المغرب، احنا كمعارضين وبينا الديمقراطية وبينا الكرامة، ولكن دابا كما قلتي إن كان الجزائر تبون يجي يقعد معاه الطابلة. احنا ما نبقاو نهضروا كالشعوب، لا راك الواقع نشوف واش كاين. جي قولها لي في وجهه، قول لي انا راه تعلمني مثلا هذا التطبيع مع الصهاينه، جي قعد معاه. وكيفاش ملي غدي تفرج عليك ميريكا تقعد تمشي تريح ولا ما تمشيش تريح؟ جي ريح معاه باش حنا كشعوب نعرفوا شكون هو اللي ما باغيش يصلح. هكذا كان. اما نبقاو نهضروا بهوا، لا يا اخي راه جيراني مثلا ما كاين دابا العالم ولا قريه صغيره، اقعد جي هجم عليه ودخلوا عليهم والباب يدخل عليه، جي دير ليه سياره ولا نقولها في الاعلام، وديك الساعه نقعدوا الارض ونعرفوا حنا كشعوب شكون هو اللي ما بغاش يصلح. والمعارضه الجزائريه تطالب بهذا الشيء، تقول لك كذا استعداء. واش حنا غنتخاصموا مع كل شيء في الجزائر؟ بتخاصم مع كل شيء. طيب شكرا لك نور الدين، انقطع الاتصال من عندك. انا اذكر طبعا بانه الحدود اغلقت منذ 94 كما قلنا بعد التفجيرات في المغرب وحيثياتها تعرفون. يعني في تلك الفترة كانت العشرية الدامية في الجزائر، كان هناك يعني حديث عن إرهاب في الجزائر وقد حصل بالفعل، وبالتالي أغلق المغرب حدوده وأغلقت من الجانب الجزائري. ثم لاحقا، وهذا ما عنيته منذ قليل فقط لتصحيح الفكرة، أنه كثيرا ما طالب المغرب بفتح الحدود، لكن الجزائر هو الذي يتمسك باستمرار إغلاقه، وهذا ما قصدته. نأخذ مشارك آخر. محمد من فرنسا، مساء الخير. السلام. تفضل وعليك السلام.
داكور. انا نقول المسؤولين تاع الجزائر والمسؤولين تاع المغرب، بلا كان رجال يديروا طابل ويهضروا مع بعضهم قدام الشعوب، هكذا باه نفهموا واش هي البروبليم هذا. خلينا من الصحراء وخلينا من اسرائيل، هما عندهم لغه بوليتيك وحنا عندنا بوليتيك نتاعنا. صافي دير ما ندخل، حنا ديما الجزائريين نقولوا ما ندخلوش في الدول، احنا ما ندخلوش، هما طبعوا الله يسهل عليهم، انا نتعامل معاهم فهمت ونحل على الشعوب فهمت ونتعامل معاهم، طبع الله يسهل عليه. لو جور كي لو غا بروبليم سي سون بروبليم سي با لو مياه، ويقدموا لبعضهم يتقدموا بشويه ويحكيوا احداث الشعوب باه نفهموا احنا، وعلى احنا متعاركين مع المغرب وعلى المغاربه متعاركين معنا، وحنا الشعب والشرابحين احنا لازم نروحوا لبعضنا نتعشاو مع بعضنا، لازم ندخلوا لبعضنا ونخرجوا لبعضنا، وتونس لا مام شوف رانا خاوه. والسلام عليكم ربي يعاونك. شكرا لك محمد من فرنسا. خالد من المغرب لا يبدو متفائل الحقيقة، يقول لا أظن أن تكون هناك استجابة إيجابية من طرف النظام الجزائري ولو بعد حين، ثم يختم بالقول سأذبح ثورا في وجدة إذا خاب ظني وأدعو سكان المغرب العربي بأكمله. هذا ما يقوله خالد. طيب يعقوب مساء الخير من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أستاذ صالح، القضية تاع بين الجزائر والمغرب راهي 90% الشعب الجزائري مش قابل يفتح الحدود، وديما يقولوا الفائدة من طرفين، والله الفائدة من الطرف المغربي، احنا انا والله خاسرين معاهم. كنت بتاع الحدود يا يعقوب رجاء اتحدث باسمك، انت لا تمثل الا نفسك. والله لا. انقطع الاتصال من عندك. شكرا. يبدو حتى الهاتف يعني غير راضي على ما تقول. أنا بصراحة ما فيش حاجة في هذا البرنامج أرفضها وأمقتها أيضا، مثل المتصل اللي يقول لك احنا الشعب الفلاني نرفض واحنا الشعب الفلاني نقبل. أنت لا تمثل إلا نفسك عزيزي، تتصل في هذا البرنامج وتقول أنا فلان الفلاني رأيي كذا، هذا هو الاحترام لآراء الآخرين، واترك الآخرين يعبروا عن آرائهم. أنت لا تمثل كل الجزائر ولا المتصل المغربي يمثل كل المغاربة. عبر عن رأيك، تفضل، أهلا وسهلا، وما تقول لي وتصير تقسم والله. شو الكلام؟ طيب الحاج رضوان من ليبيا يقول كل ما قاله جلالة الملك رائع وجميل، ولكن الكلام شيء والفعل شيء آخر، لا نرى كلام جلالته يطبق على أرض الواقع. يقول بل على العكس تماما. كيف كلامه لا يطبق على أرض الواقع؟ هو قال لك افتحوا الحدود، يعني إذا الآن الجزائر بادرت بفتح الحدود والمغرب امتنع، حينها سنقول كلام الملك لم ينفذ على الأرض. لكن ما دون ذلك كيف لا أدري كيف هذه الخلاصة وصلت إليها حاج رضوان. أشكرك على كل حال. كلما نقول خطونا خطوة نحو التهدئة وربما إذابة جزء من هذا جبل الجليد، إلا ونصاب ربما بخيبة أمل، ولو على الأقل على مستوى ما أورده ضيفنا. لا ندري، على كل حال السلطة الجزائرية لها اعتباراتها ولها تقديرها ربما لخطاب الملك المغربي. نأمل أن تصدر تصريحات من الخارجية أو من الرئيس تبون شخصيا ربما فيها شيء من الإيجابية والاستعداد، حتى لو طرح شروط مش مشكلة. المهم نريد أن تلين هذه الحدود الحقيقة بين بلدين عربيين. أبو بكر من المغرب. مرحبا، السلام عليكم. يا أهلا بك. يا أخي والله تمنيت لو أنني سمعت من أحد الإخوة الجزائريين يقول ولو ذريعة مقنعة حول هذه الجبهة نحو المغرب. تسأل ضيفك يعني ماذا تريد من المغرب ولا يعرف جوابات، ويبحث ويتردد ولا يعرف ما يقول، ثم يقول لك وقف الاستفزازات وأشياء أخرى لا يعرفها النظام الجزائري. يا أخي هل هذا جواب؟ على الأقل هنئونا كما نهنئكم في الأعياد. على الأقل قولوا لنا حيونا كما نحييكم ولو مرة، يسمعونا ولو مرة. المشكل يا أخي الذي يتذرعون به اليوم عندما يقولون الكيان الصهيوني وعلاقة المغرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا يا أخي كيف كانت العلاقات قبل هذا التطبيع؟
كيف كانت علاقات بين المغرب والجزائر؟ لم تكن يوما يعني حميمية، لنكن صراحة. المشكل الحقيقي أن إخواننا الجزائريين الذين نحبهم ولا شك أنهم يحبوننا، أنهم يريدون أن يقتطعوا نصف المغرب ونعطيه لكيان آخر لتنشأ هناك. طب أبو بكر، أنت لا ترى أي أمل ربما بتفاعل جزائري ربما خلال السويعات والأيام المقبلة تجاه خطاب الملك؟ بالعكس، أنا كل أمل وكل تفاؤل بالشعب الجزائري وبالنظام الجزائري إن شاء الله مستقبلا، ولكن للأسف يعني المبادرات التي يقدمها المغرب في كل مرة تقابل بهذا الجفاء، نحس بنوع من الإحباط. يا أخي على الأقل ولو مرة حاول. طيب دعنا نحافظ على التفاؤل. شكرا لك أبو بكر من المغرب. أشكرك. عبد العظيم من الأردن يقول: هذه رسائل مبشرة ولم نشهد أي إزعاج من المغرب للجزائر وكله مجرد كلام هنا وهناك. هذا ما يقوله عبد العظيم من الأردن. طيب نأخذ المزيد من الرسائل. رسالة أيضا من صاحبها، ولكن صاحبها من المغرب ولم يذكر اسمه، للأسف لا أستطيع أن أعرض رسالته. عبد رب النبي من المغرب يقول: النظام المغربي برئاسة الملك محمد السادس وضح في خطابه للنظام الجزائري برئاسة تبون أن المغرب ليس معرقلا لمسألة فتح الحدود على الدولة الجارة الجزائرية، أن تبادر فورا لفتح الحدود ونزع الخلافات السياسية والرفع من المستوى التبادل التجاري بين البلدين. أبو يحيى، مساء الخير. أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. كيف حالك أستاذ؟ تفضل، يا هلا بيك. أنا حقيقة أنت الحقيقة الخط يعني غدر بك، هذه الحقيقة المؤكدة. أشكرك أبو يحيى على كل حال. حسن من هولندا يقول: النظام الجزائري الحاكم ليست له أي مصلحة في العيش في منطقة إقليمية مسالمة ومستقرة، لأنه نظام يتغذى على الكراهية، وفق حسن من هولندا. جمال، مساء الخير. بل كمال، عفوا. كمال. تفضل يا كمال. السلام عليكم. وعليك السلام. شكرا. السلام عليكم. شوف أخي، ما فيش مصالحة. حتى المخزن يعتذر على إغلاق الحدود في 94 ويقول باللي كان خطأ من المخزن، يعتذر ويحبس، ما يقعدش يقول باللي الجزائر طرف من النزاع تاع الصحراء الغربية، وهي الصحراء الغربية ما في الأمم المتحدة. حاجة واضح كيف الشمس الحلول، ويحبسوا المعانقات مع يا كمال والله أنا حريص فعلا وأقول هذا وأنا صادق ورب العالمين شاهد. يا أخي، اللي عملاته فرنسا في الجزائر يعني لم يقم به مستعمر في القارة الإفريقية، أجرمت تماما، يعني عملت عمايل كما يقال وتجارب نووية ما زال الجزائر يعاني منها إلى اليوم، ناهيك طبعا عن ملايين الشهداء والدمار الواسع والجماجم التي بقيت إلى يوم الناس هذا في المتاحف الفرنسية. ومع هذا هناك علاقات فرنسية جزائرية. يا رجل، أنتم عاملين قصة من علاقتكم مع المغرب، يا أخي اجلسوا معاهم واطرحوا كل اللي عندكم، يعني شو المشكلة؟ معليش صالح، أنا نشكرك نشكرك على جبت المثل تاع فرنسا. هل الجزائر الآن جديدة مع الشرفاء اللي راهم الآن، هل هي ما عندها علاقة مع فرنسا؟ عندكم علاقات فرنسية؟ ما عندكم علاقة مع فرنسا، قطعنا المعالقة مع فرنسا. فرنسا ما تقعدش تقول تهدر عليها. العلاقة فاترة ولكنها موجودة، ليست مقطوعة. تفضل. على كل حال مقطوعة وماشي محبوبة، لأنه كان جزائريين عايشين هناك وكل، ولكن ما عندنا حتى معالقة مع فرنسا. العلاقة موجودة عزيزي، فاترة نعم، ولكنها موجودة. تريد أن تعاند على راحتك على كل حال. تفضل. المهم دعنا نعود إلى المغرب. أيوة. لماذا نعم ظاهر. يعني لماذا هذا التشدد الجزائري؟ نعم، من حق الجزائر أنه يخشى من المحتل الصهيوني، أنا معاك. من حق الجزائر أن يغضب لبعض التصريحات لهذا المسؤول المغربي أو ذاك فيما يتعلق بالقبائل، معاك.
من حق الجزائر أنه يتحدث عن المخدرات، وإن كانت قصة المخدرات الحقيقة تتعلق بدول المغرب العربي كلها، مش مصدرها المغرب. أنا أقول هذا من باب الأمانة. لكن مع كل هذا الذي يقال علينا أن نستمع لبعضنا بعضا. يا أخي، يجلس الزعيمان المغربي والجزائري وتطرح كل الملفات بأريحية وبحب وبود بما فيها مسألة التطبيع. بإمكان الجزائر أن يقترح أو يطلب من المغرب، لأننا دول مغاربية وعلاقاتنا أقرب لبعضنا بعضا، يقول الجزائر مثلا أنا مستعد للتطبيع مع المغرب، مثلا لو يقطع المغرب الآن علاقته مع الكيان الصهيوني الآن. يا أخي اطرح ما لديك، لكن لا تتمنع. هذه المشكلة. أنا معك، ولكن الخطوة الأولى تجي من عند المغرب مش من الجزائر. الخطوة الأولى هي من الخطوة الأولى كلامك صحيح. الخطوة الأولى هو خطاب جلالة الملك، قال لك أنا يعني لن يأتي شر للجزائر من المغرب. يا هذا كلام، ولكن أفعل ونعت لي. حبس الكيان، حبس المشاكل مع الجزائر، حبس السبان، حبس كل مشاكل وتسبوا في الشهداء. كلام جميل. أشكرك كمال لهذه النقطة. نأمل أن المغرب فعلا يلتزم بكلام جلالة الملك. شكرا لك كمال لأنه أدركنا الوقت. يعني أنه لا تعود فيه سباب على صفحات التواصل أو في بعض المنابر، وأن أن 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 لا يخرج من المغرب إلا خطاب جميل وودي تجاه الجزائر في الفترة المقبلة، حتى تصل الرسائل للجزائر. على الأقل يتأكد الجزائر أنه بالفعل خطاب الملك كان قولا وعملا، لنرى بعدها ربما نبني على هذه البوادر. أنا دائما عندي أمل في هذه المسألة الحقيقة. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش دائما الاعجاب والاشتراك وتخلوا لنا الاراء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.